المرأة كي تنحي الحجاب تولي عند برشا عباد عدوة للدين، وتتعرض لشتى أنواع السب والشتم، وتتم هرسلتها حتى يتم التعدي عليها جنسيا وبدنيا من طرف من يدعون أنهم متدينون ومحافظون وأوصياء على الأخلاق والدين. أنا الإنسانة هذه اللي تنحي الحجاب بمحض إرادتها وبكل حرية، واللي هاجموا فيها بالرغم من هذه الحرية، نشوفها إنسانة مسالمة ما ضرت حد، وهي حرة في مواقفها وأفعالها. ذنبها الوحيد أنها حرة ومغرومة بشريان الماركات الممتازة والعصرية والفاخرة. وذنبها زاد أنها محبة للحياة. وذنبها زاد أنها تمتعت بحريتها الشخصية على خاطر ما قامت به هو داخل ضمن الحرية الشخصية متاعها. وبربي كلمة لك العباد اللي تربط الدين باللباس وبالمظاهر، بربي يكبروا شوي وتبقوا دروس الأخلاق على أرض الواقع، لأنه توجد برشا حوايج مفروضة من عند ربي سبحانه ما تقوموش بها، كما الوقوف مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وكما احترام حرية العباد.